على الميداليات الفضية. دوسري أيضا اللي شارك في الشوط الأول، أحمد عباس الذي خرج، ولا أدري إن كان خروجه موفقا من جانب المدرب بسيرو في هذه المباراة أم لا. مهند عسيري الذي خرج مطرودا بكرت أحمر بداعي التمثيل في هذه المباراة. إبراهيم غالب واحد أيضا من مكاسب هذه البطولة. صالح بشير لم يعطى الفرصة الحقيقية والكافية في هذه المشاركة حقيقة. الجهاز الفني والإداري للمنتخب السعودي للأخضر السعودي، مشاهدينا متابعينا في كل مكان في خليج 20، هكذا كانت الصورة وهكذا كانت النهاية وهكذا كان المشهد الختام في مباراة الفريقين في درب الخليج. ينتهي أسامة المولد يحصل على الميدالية الفضية. بسيرو لم يصل إلى كأس العالم ولم يصل إلى ذهب هذه البطولة. كأس آسيا هي التحدي القادم. ريان هلال أيضا لم يشارك كثيرا في هذه البطولة. مبروك زايد الذي أتى من اليمن بعد إصابة شرح هيليا، ومعاذ الموسى أو معتز الموسى في اللقطة الماضية. الأسماء من جهاز إداري وفني للمنتخب السعودي يحصلون على الميدالية الفضية. هارد لك للمنتخب السعودي، هارد لك للمنتخب السعودي. لكن إحقاقا للحق المنتخب السعودي مرشح دائم، منافس دائم، رقم ثابت دائما في كل النهائيات وفي كل المشاركات وأغلب المشاركات التي يشارك فيها. كأس آسيا طموحاتهم القادمة، أحلامهم القادمة. بسيرو سيكون على المحك في الفترة القادمة بالنسبة لهم. منتخب الكويتي بعد صبر طويل، بعد 12 عام بالتمام والكمال، عادت بطولة الخليج لمن تحب، عادت بطولة الخليج لمن تهوى، عادت للحبيب الأولي، للحبيب الأولي، عادت إلى الأزرق الذي أغواها منذ القدم، أغواها. الآن حسين فاضل ونجوم المنتخب الكويتي يتلقون التهاني من الجماهير اليمنية. الكابتن الغائب الكبير والحاضر في قلوب الكويتيين أحمد عجب، أيضا عزيز المشعان، الموهبة الكروية القادمة في الكويت. والآن إعلان البطل للكويت. مبروك للمنتخب الكويتي، مبروك للأزرق الكويتي. جيل يتبعه جيل يتبعه جيل. الكويت ولادة واليوم خليج عدن، خليج 20 يشهد ولادة جيل كويتي جديد يحصلون من خلاله على لقب هذه البطولة. مبروك للأزرق الكويتي، يتسلمون كأس البطولة من الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح. البالونات، الأعلام، الشعارات، كل ما في السماء أزرق، كل ما في الأرض أزرق، كل شيء اليوم أزرق. الميداليات، الاحتفاليات، لمن كل هذه القناديل تضوي لمن؟ وهذه المواوين في العرس تشدو لمن؟ للكويت، للأزرق، للمنتخب الكويت. كويت المحبة، كويت الفن، كويت الماضي، كويت الساحة، كويت المسرح، كويت الملعب، كويت البطولة. يحصلون على الميداليات الذهبية في لحظات لا تنسى. محمد راشد سلامات إن شاء الله. حسين فاضل قدم مباراة وبطولة كبيرة. يوسف ناصر، الأسماء واللاعبين. فهد عوض كان في الموعد في المباراة النهائية وقدم أداء كبير جدا. صالح الشيخ أيضا يتقبل التهاني من الشيخ طلال الفهد ويتسلم الميداليات الذهبية في هذه اللحظات مع ناصر المنتخب الكويتي في لقطات ستبقى بالتأكيد تاريخية. إذن بعد سيطرة الكويت واحتكارها في بطولات كأس الخليج، بعد فوزها بالألقاب والسنوات الماضية من 70 72 74 من حارس خالد الرشيدي، 76 من عمرو المعتوق، 82 86 90 96 98. البطولة تعود، اللقب يعود، الأسماء تعود، الأجيال تعود. طلال عامر
لا بطل بدون جروح، لكن اليوم تضمد الجراح وتبدأ الأفراح، أفراح المنتخب الكويتي الكبيرة. خالد علي يتسلم يوسف ناصر، افتتح خليج 20 للمنتخب الكويتي وأنهاها وليد علي. هنا الميداليات، هنا جوران، كنت أصغر المدربين وأقلهم شهرة، المغمور هو المشهور، هو الأول، هو البطل. مبروك للكويت، شعبها، حكامها، كل من ينتمي لها، كل من يحبها، لاعبون، إداريون، اتحاد كرة قدم. فرحة كويتية لن تنسى، ستبقى في التاريخ. بطولة الخليج لعبتهم، بطولة الخليج حسبتهم. جوران يدخل التاريخ، جوران هو العنوان، هو أحلى عنوان بالنسبة لهم من غرب آسيا إلى بطولة خليج عدن، إلى خليج عدن. في عدن يعيدون الزمن من جديد، يعيدون الماضي من جديد، ويؤكدون بأنهم قادرون على تحدي الظروف. استحقوا بجدارة واستحقاق. هنيئا لهم هذه الروح، هذا الحب، هذا الإصرار. هنيئا لهم هذه الفرحة. هارد لك للمنتخب السعودي ولكل المنتخبات التي لم تنجح في الفوز بلقب هذه البطولة. ما زلنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتواصل مع حضراتكم في مراسم التتويج بانتظار اللقطة التاريخية ورفع كاس البطولة. والله لك وحشة يا عجب، لكن الكويتي ذهب، الكويتي من ذهب، من ذهب. الآن نشاهد يعقوب الطاهر. القلاع والحصون التاريخية، سامعين الألعاب النارية ستطلق من كل القلاع والحصون التاريخية هناك في عدن. بدران هداف البطولة وأحد النجوم، بدر يظهر في كل أوقات الكويت. وليد علي، وليد علي هدف البطولة، هو الأغلى في مشواره بكل تأكيد. مساعد ندى، أبو طلال، تقفون من جديد على الأطلال يا مساعد. جراح، إنهم يبدأون الأفراح. نواف، مع نواف على الكويتي، لا تخاف، لا تخاف. نواف كابتن، كابتن منتخب الكويت في اللحظة المنتظرة، في اللحظة التاريخية، في المشهد الأخير لرفع كأس البطولة. الآن الرقصات والأفراح والمسيرات قبلة من نواف على خد الشيخ طلال الفهد. والآن كأس البطولة من الرئيس علي عبد الله صالح للكابتن نواف. مبروك للكويت، الكويت بطل خليج 20 في عام 2010. اللقب العاشر للمنتخب الكويتي في خليج 20. خليج 20 أزرق، خليج 20 كويتي في عدن. يعيدون الزمن، الألعاب النارية، الأفراح، المسيرات، اللقطات، الذكريات، الذهب، الجيل، الفرحة. كل هذه القناديل، هذه المواويل تضوي، تشدو للكويت، للأزرق من جديد. يعود بطلا، يعود كبيرا، يعود كما كان، يعود إلى التاريخ، يبتعد في التاريخ. فرحة كأس الخليج العربي في رقمها 20 هي زرقاء. مبروك من الأعماق. ساعد ندى يرفع اللقب، يرفع الكاس، يرفعون البطولة في لقطات تاريخية ومشهد لا ينسى. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، شكرا لليمن، شكرا لعدن، شكرا للجنة المنظمة، شكرا لمن قام على هذه البطولة، شكرا لكل وفد أبو ظبي الرياضية الذي كان وتواجد وغطى البطولة. شكرا باسمي وباسم معلقي أبو ظبي الرياضية. عامر عبد الله الذي أتمنى بأن يعود مرة أخرى إلى قناته، عيسى الحربين، سمير اليعقوبي، فهد عبد الرحمن، محمد شامسي، أحمد الحوسني، كل من شارك في هذه البطولة، كل الزملاء الذي غطوا من مراسلين هناك إلى وفدنا في أبو ظبي الرياضية. زميل محمد نجيب، يعقوب السعدي، هيثم الحمادي، العرفج، هيكل، شيراوي، الكعبي، كابتن خليفة سليمان، محللون هنا في استديو التحليل،
بالتأكيد وكل من تواجد هناك في عدن أتمنى بأن تكونوا وأن نكون قد وفقنا في نقل هذه البطولة. وأقدم تحية أيضا للجنود المجهولين. شكرا لليمن، وداعا لليمن، إلى اللقاء في بطولة أخرى واستضافات أخرى. مبروك للكويت، مبروك لشعب الكويت، للأزرق الكويتي. خليج 20 كويتية. يعود الزمن هنا في اليمن. مشاهدينا، متابعينا، على هذه اللقطات، على هذه اللحظات، على هذه الذكريات، أتمنى بأن تقبلوا تحياتي محدثكم فارس عوض، على أمل أن ألتقي معكم في بطولات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأس